يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. أحسن وقت ناكل فيه سمك بوري شهر 12، بيبقى كله مبطرخ. هناكل سمك بوري في صينية بالبطاطس وبدنجان بالصلصة. السمك مغسول كويس قوي، الخياشيم بتاعته متنضفة، بشق في كل جنب شقين، ما بفتحش بطنه. هنعمل رز الصيادية. عصير الطماطم ده هنحتاجه للبدنجان وللرز. الخلطة دي لصينية السمك هنحتاجها للبدنجان: توم وفلفل احمر وفلفل اخضر، ملح وبابريكا وكمون، بقدونس وقرن فلفل، ليمون شرايح. كل ده لصينية السمك بالبطاطس. بدنجان بيتغسل ويتحط له شوية ملح، نحطه في مصفى، لما ينزل ميته خالص نرش له رشة دقيق عشان ما يشربش زيت. لما بيتقلى وهو كده بيبقى مش هتلاقوه ناشف جدا ومعلوش ولا نقطة زيت. بس اهم حاجة تسيبوه ينزل المية بتاعته، وبعد كده نرش رشة دقيق بسيطة. هتلاقوا كل البدنجان ناشف. هنحضر البطاطس اللي هتتحط تحت السمك في الصينية. هنحط لها شوية ملح، شوية كمون، شوية بابريكا. هناخد شوية من الخلطة اللي احنا عاملينها، ده فلفل أحمر حامي على توم على فلفل أخضر. هنحط شوية منه للبطاطس ونقلب كل ده، ونرص البطاطس ونحط شوية زيت. بعد كده هنحط البطاطس في الصينية، نزود بقى للخلطة ملح تاني وكمون وبابريكا، هنحشي بيهم السمك. هنحشم في خياشيم السمك، انا شايلاها ومغسوله كويس قوي. واحنا شاقين في كل جنب هنحط فيه برضو شويه من الخلطه دي. وبعد كده اخر شويه هيفضلوا فيها هندهن بيها السمك كويس. جماعه اللي بيشتكوا من ان السمك بيطلع مهري، محدش اللي يحط الميه يبقى لغايه البطاطس، محدش يوصل الميه للسمك، علشان ما تقولوش السمك ما بيتحملش واحنا بنشيله بيبقى بيتبهدل مننا. هناخد بقية الخلطة دي نحطها فوق وش السمك، ونرش عليه شوية بقدونس، وهنحط له قرن فلفل، ليمون شرايح، والمية لحد مستوى البطاطس، ما نزودش المية. ما نحطش السمك على البوتاجاز من فوق، احنا ندخله الفرن. هو هيستوي، البطاطس هتستوي، وفي نفس الوقت وشه هيلون. حطينا له المية، ما وصلناش المية للسمك، وهنحط له الليمون، وعصرنا له طبعا ليمون. وبعد كده هندخله الفرن على طول، محدش يحطه على البوتاجاز من فوق. هنجهز الصلصة بتاعت البدنجان. خدنا شوية توم وفلفل احمر، قليناهم في شوية زيت قبل ما يصفر قوي عشان ما يبقاش حامي علينا. هنحط له شوية من عصير الطماطم اللي احنا عملناها، هنقلبها شوية، وهنحط لها بعد كده شوية خل. نحط لها شوية خل وكده تبقى خلاص جاهزة. احنا ما خدناش زيت كتير، كفاية الزيت اللي في البدنجان. وكده انا خلصت. ميرسي جدا على متابعتكم. انا اسفة ما لحقتش اصور الرز، هعمل لكم حلقة بيه. يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس. ميرسي جدا.